اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباح الخير يا حلوين، صباح الخير يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده يوم جديد وروتين جديد، وتعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. النهارده بقى يوم هادي جدا، ما عنديش اي حاجه. طبقين كده في الحوض، العيال ضاربين سينابل من اللي كنا عاملينه امبارح، فاكرين يا اولاد؟ بناكله بقى على الصبح كده. وبعد كده اول حاجه قمت عملتها نشرت الهدوم كوم هدوم على السرير اهو. الأوضة مردغانة، تقولوش في حصينة طول الليل بيجروا في الأوضة. المفروض احنا نايمين والدنيا تمام يعني. أقوم على المنظر ده ليه عشان عندك أطفال يا أبلة؟ فكري كده واعملي. المهم أول حاجة عملتها نشرت الهدوم ولميت هدوم، وده طبيعة بداية يومي. في الشتاء بحب أنشر من بدري، وفي الصيف بحب أنشر متأخر، أحب أنشر آخر حاجة في يومي. أنشر وخلاص كده يومي ما عدتش هعمل أي حاجة. المهم يعني بحب انشر بالليل كده، والدنيا مفيش بقى حر ولا اي حاجه بالليل كده، في الجو الهادي. اما في الشتاء بحب انشر في كده في عز الحر كده، علشان ايه؟ اخد شويه طاقه من الشمس كده، والشمس حلوه قوي. المهم يا ولاد، قعدت طبقت شويه الهدوم. احنا متفقين زي ما احنا، لو اتقعدت الهدوم محدش هيطبق، خلاص هتترمى هنا لهنا لهنا لهنا. خلصت بدري خلاص، همها خلص والموضوع انتهى. هم 10 دقايق بتطبقي فيهم الهدوم، الحكايه مش صعبه قوي. شوفوا، اي شغلانه مش هتاخد من في ايدك حاجه لو قمتي عملتيها، او لو نويتي حتى. يعني خلي عندك نيه كده، سلكي نيتك كده يا فوزيه. يا فوزيه، لو سلكتي نيتك وقمتي عملتي الهدوم هتخلص. لو سلكتي نيتك وقمتي غسلتي المواعيد بتنتهي. ما سلكتيش نيتك وفضلتي متكتكه وقاعده تحت البطانيه، مفيش اي حاجه هتنتهي من شغل البيت، وهتفضل كل حاجه على دماغك انت برضه، وانت اللي هتقومي تعملي، خلي بالك. المهم كنست الاوضه كانت باين عليها اول ما دخلت ان هي صعبه جدا والموضوع صعب قوي، لكن بس كل حاجه رجعت لمكانها، فكل حاجه بانت ان هي منظمه، مفيش اي حاجه. الصاله برضو عندي مفيش فيها حاجه، بس اديتها كنسه كده علشان الم الكنسه كلها مره واحده كده. وكنست بالمقشه العاديه، كسلت الحق اشغل المكنسه، الموضوع مش مستاهل. هي الارض زي الفل، بس هي كانت كلها كركبه، بطاطين واقعه، هدوم واقعه، كلها كركبه. كل حاجه ترجع زي ما كانت، هتلاقي كل حاجه قدامك نظمت، والشكل العام بقى احسن بكتير، وانت ذات نفسك نفسيتك بتبقى افضل بكتير كل ما الحاجه تبقى رايقه حواليك. تمام. ده بقى يومنا الجميل. بعدنا نجيب سمك من السوق، والحمد لله ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها. حماتي جابت لي السمك وطلعته لي لغايه عندي كمان، ربنا ما يحرمني منها ابدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. حمرنا بقى الحقيقه بتشيل عني كتير يعني. يعني مهما اقول لكم بتشيل عني كتير قوي 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 قوي. كنت بقى اروح السوق اقول لها هاتي لي حاجه ما بتتاخرش. ما اقولش على فكره ما قلتلاش ان انا عايزه سمك، بس هي بقى لو كم مره بتجيب لي السمك من غير ما بطلب. يعني كده بتجيبهولي كده، عارفه ان النهارده في سمك واحنا بنطبخ سمك، فبقوم من النوم والله الاقي السمك موجود. ربنا يديها الصحه يا رب ويشفيها اللهم امين. طب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبنا بقى شويه الرز وحمرناهم. تقدر تحمريهم بمعلقتين من الزيت، معلقتين من السمنه، شويه من السمنه على الزيت. وما الرز يتحمر بنزل عروب بالرز اللي انا نقعاه، او اديله تلويحه كده الاتنين مع بعض، وبعد كده انزل بالميه. ده اسمه ايه يا ولاد؟ ده اسمه ايه عشان الناس اللي مش عارفه الحاجات دي؟ ده اسمه رز حبه وحبه، بنعمله وقت السمك. او رز ببصل، بعد ما البصل غلى قوي 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 وما عادش راضي ينزل، خلاص ما عدناش بنعمل رز ببصل بالرز بتاع. من غلى عليا شيء تركته. ديت المقولة دي هنعتمدها من هنا وجاي. مش عارفين هناكل ايه بعد ما تركته دي. فيلم بتاع كان بيقول المقولة دي في فيلم ايه؟ في فيلم احمد زكي، في فيلم البيضة والحجر. من غلى عليا شيء تركته. احنا كده نترك الدنيا كلها. باي 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 باي. تعالوا بقى نشوف. انا شويه السمك زي ما بشويه في البلكونه وصورته معاكم كم مره. وبعد كده هنعمل التمليحه بتاعتنا اللي هي 3 4 فصوص ثوم، ليمونه، قرنين من الفلفل، شويه من الكمون، شويه من الشطه، او قرن من الشطه لو عندك شطه كده ايه، فلفل، وشويه من الفلفل الاحمر لو فيه. كل الحاجات دي ومع بعضها كده في الخلاط، وبنعمل احسن دقه كده على البارد. حطها على السمك وهو سخن، بتخلي بقى القشره بتاعته يفصل وبتبقى زي الفل. هعمل بقى كمان شويه السلطه الجامدين، بما ان شويه سمك يبقى شويه سلطه. وهنعمل البرنجانه بتاعتي بتاخد فص الثوم مع قرن فلفل مدقوقين، وبعد كده احط عليها الليمون، واحط عليها الكمون، واحط عليها الدقه اللي احنا عاملينها دي اللي هي الثوم والفلفل.
وبعد كده نقلبهم مع بعض وشويه من الزيت، وبتبقى شويه بتنجان مشويين خرافه خرافه خرافه. لو عندي معلقتين طحينه كمان زقي عليها، الموضوع بيبقى خطير 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 وحلو جدا. والبرنجان بقى والسلطه والحاجات دي بتبقى مع السمك حلوه قوي، بالذات السمك المشوي، بحب البرنجان قوي معاه، بيبقى الموضوع حلو قوي. برضو السلطه بتاعتي بديها شويه من الدقه، والدقه دي بتبقى عباره عن ملح وكمون وشطه، وبعد كده بديلها ليمونه كده وشويه من الزيت. لو عندك زيت زيتون يبقى انت لعبه معاكي ومعلمه، هنحسدك فما تقوليش وخبي. وبعد كده انا ما عنديش، بستخدم الزيت العادي وهحلي في الازازه. يعني اول ما بحس ان ازازه الزيت خلاص قربت تخلص بطني بتوجعني من زي خلصت يانا. لبيت الايام دي مفيش غنى عن اي حاجه. يعني ايه؟ يجيب ازازه الزيت يلاقي السكر خلص، يجيب السكر يلاقي الشاي خلص، يجيب الشاي يلاقي مش عارف ايه خلص. فالموضوع الايام دي بقى صعب جدا جدا جدا. وعايزه اطمنكم واقول لكم على حاجه يا ولاد مفاجاه. الدقيق زاد انا مش عارفه اقولها ازاي. الدقيق زاد يا ولاد، الحقوا هاتوا الدقيق عشان الدقيق زاد. بقى النهارده ب 22 ويمكن يزيد اكتر من كده. فصلوا على النبي كده. وما أقول مش عايزه اقول لكم ايه اللي زاد. انا بعت ابني يجيب لي حتى بتاع الليسون اللي محطوط على جنب دي، لقيته جايبها لي ب 6 جنيه، وفيها تمن، يعني تمن ظروفها، يعني ما عادش 12. مش كنا زمان بيجيبها 12؟ اما فتحتها رغم ان انا اللي فاتحاها بقى بالسلوفان اللي عليها، بقول له يا ولد ده مش 12 يا واد يا كريم، ده فيها 8 بس. قال لي ما هم دول يا ماما. قلت له بقت ب6 جنيه وخلوها 8. خدوا 4 بتاع ايه ده. احنا لما ننزل السوق او ما حد يروح السوق نقول له جيب لنا ليسون. انا اصلا ما بحبش الليسون اللي في الباوك كده. تعالوا بقى بعد ما اتغدينا السمك قعدنا بقى شويه كده. انا عندي شويه فراخ من اللي انا كنت عاملاهم الوجبات، فاكرين يا ولاد؟ مش انا وانا بقطع البانيه قطع مني كده حتت صغيره كتير، وانا عندهم في كيس، وقلت لكم نعمل بها مره بيتزا نتعشى بيها. فخلاص عيالي بقى، عيالي طفحينين فول وطعميه حقا بيني وبينكم كده. يا ماما احنا عايزين، يا ماما نفسنا فيه. خلاص يا خلاص، هي العيال اللي بتعمل فينا كده. المهم جبت الدقيق، خدت منه اقل من نص كيلو. يعني انا جبت كيلو دقيق ب 22 زي ما قلت لكم، وخدت منه اقل من نص كيلو. حطيت عليه معلقه من الخميره، معلقه بس كبيره من الخميره، شويه من البيكنج باودر، معلقه من السكر، معلقه من الملح، معلقتين من الزيت. وهنعجن بلبن او تقدري تعجني بميه. وهي ايه العجينه بتاعتي ما بغيرهاش، يعني هي نفس عجينه. هنحط لها كل حاجتها دي وهنحطها كده في العجان تتعجن. ده ما قلت لكم ده اقل من نص كيلو، حوالي 400 350. المهم انا ايه سبت شويه كتير للمره الجايه، او اعمل به اي حاجه تانية. تمام يا ولاد؟ بقى بلبن هناخد كده شويه من اللبن اللي احنا نفطر بيه من الصبح، وهنعجن منها هتبقى حلوه جدا جدا جدا، وعجينه هشه وجميله جدا. هنعمل بقى للعيال اللي هم عايزينه. هنعمل ايه؟ هم العيال اللي بتصعب علينا وبتضطرنا ان احنا نعمل كده. المهم بعت جبت كمان بتاعه جبنه موتزاريلا. هوريها لكم دلوقتي. الربع كيلو، الربع يا ولاد ب 25 جنيه. بقلب و26 كمان ما عادش ب 25. المهم كل حاجه بنجيبها بنلاقيها زي ده جنيه 2 جنيه. وعايزه اقول لكم انه باكل خميره بعد ما بقى ب3 جنيه ونص. باكل خميره الواحد ب3 جنيه ونص. كمان في سكر. يعني انا جيت اضيف الخميره اصلا من امبارح وانا بضيفها على السينابول، حسيت ان الخميره فيها حاجه. فبص بقى النهارده وبتاكد لقيت الخميره فيها سكر. يعني الخميره بقت ب3 جنيه ونص، ومزودين الباكو سكر عشان هو الباكو اصلا ما فيش فيه الا معلقه او معلقه حاجه بسيطه. انا مش فاهمه يعني ايه. هو بقت الدنيا غلا والدنيا اتقلت بركتها. المهم كده عجنتها كده عجينه كده زي ما انتم شايفين، طريه وملسه وعسل، وسبتها على جنب تخمر. وبعد ما خمرت هنشوف ايه هي بقى. اما خمرت كنت انا غسلت المواعين، وكنت احدت شويه كمان مش غسيل المواعين بس، وظبطت المطبخ بتاعي وعملت الصلصه. انا حقيقه اللي عنديش كاتشب، فعيالي اصلا هيضطروني اروح اجيب لهم كاتشب من بتاع الايه الباو كده. بس انا حاليا وانا بعمل بيتزا ما كانش عندي كاتشب و... وما عنديش صلصه في التلاجة، وما عنديش اي حاجه. المهم فرمت طماطميه في الخلاط، حطيت عليها فص من الثوم كبير كده. وبعد كده طلعتها حطيتها على شويه زيت وقلبتها كده اتسبكت بحالها كده. انا فرمت الثوم في قلب الخلاط مع الطماطم، وما طلعته حطيتها كده في قلب حطيت معلقه زيت في قلب طاسه وحطيتهم على الطماطم عليها اللي بالثوم، فاهمين؟ حتى انا بقى عليها شويه زعتر، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، وبهرتها وملحتها. ودي بقت صلصه البيتزا. وقلت مش لازم نبعت نجيب ب2 3 جنيه، لا الصلصه بقت ب10 جنيه ولا حاجه في المحلات. باكل الصلصه الحزين ده ابو جنيه بتاع زمان، ما عادش عارفه هو بايه دلوقتي.
المهم كده حطينا بقى معلقتين من الصلصة. أنا حقيقةً ما باحبش الصلصة كتير، أو باحب الصلصة دي تكون تقيلة ولا أي حاجة، عشان كده أنا حطيت فيها فص توم واحد فقط لا غير. وده الفراخ عصقتها كده بشوية ببصلاية، بصلاية واحدة، شوية إيه، عصقتها كده ببصلاية أكني باعصج لحمة، يعني نزلنا بالبصلاية وبعد كده نزلنا بالفراخ طشيناها وبهرناها برضه بشوية كمون وشوية من الملح وشوية كزبرة وشوية فلفل أسمر وبس. وكمية الفراخ ما كانتش كبيرة، بس اعملي نفسِك مش واخدة بالِك وجميلة، وقولي للعيال هي دي البيتزا مليانة. هي كمية الفراخ الحقيقة ما كانتش كتيرة. قطّعنا خضار طماطم وفلفل، وهي طماطمية واحدة فلفلتين كانوا صغيرين. عملت فلفلتين عشان كانوا صغيرين، وعملت طماطميّاية واحدة بس. وبدأت إني أحط الخضار، ما تحطوش طماطم كتير والموضوع يبقى تقيل عليكم أوي أو صعب عليكم أوي. أنا حاليًا ما باحبش إني أخلّي الموضوع صعب أوي عشان الحموضة يا ولاد، بس والله، عشان الحموضة والطفحان بتاع القلب اللي أنتم فاهمينه وعارفينه. المهم كده حطينا كده الخضار، كنت هاقطّعه شرايح ورجعت قُلت لأ، هاقطّعه كده صغيّرة، صغيّرة عشان يستوي بسرعة. بادخّل البيتزا تاخد سِوَى من تحت، وبعد كده أطلّعها تنشف من فوق، لإني ما باحبش تكون فيها مَيّة أو أي حاجة. أسيبها تنشف من فوق بالخضار كده والخضار بتاعنا يستوي. الخضار ده واخد شوية من الدقة بتاعتي اللي هي طبعًا فيها كمون وكزبرة وشطة زي ما أنا باقول لكم كده على طول. فواخد شوية متملّح بس بشوية من الدقة كده رشة صغيرة، وده رشّيته على وش البيتزا ودخّلته كده. أنا بقى كمان عندي في الفريزر جبنة رومي مبشورة، فطلّعتها وحطيت الجبنة الرومي المبشورة قبل ما أدخّل البيتزا تستوى، عشان الجبنة الرومي بتستحمل الحرارة. فهي بقى تدخل عيشي حياتِك مع نفسِك وخلّيها تسيح كده. أنا كأن باحب طعم الجبنة الرومي في قلب البيتزا، بيكون طعمها حلو. أمّا استوت من تحت ومن فوق وخلاص هي واخدة سِوَى كامل، باطلّع أحط عليها الجبنة، وده أحلى طريقة لتسوية البيتزا في البيت يعني. لا بقى تبقى مميمية، لأ باحب أنشّف وشّها كمان، يعني أنزّلها تحت تستوى وأطلّعها كمان على الشواية، الخضار اللي فيها يستوى وتنشف، وبعد كده أطلّعها تاخد الجبنة الموتزاريلا 5 دقايق في الفرن، شواية بس اللي شغّالة، وأقوم قافلة عليها، لإن هي كده مستوية كل سِوَى، مش تلات أرباع سِوَى ولا نُص سِوَى، لأ مستوية سِوَى كامل. خلاص حطينا كيس الجبنة اللي مش باين أصلًا، مش مشكلة، مش مشكلة يا ولاد، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم في قلب الغلا اللي إحنا فيه ده. كده هنحط البيتزا بقى تاخد حاجة بسيطة خالص، وبعد كده بقى هتطلع من الفرن، غطّي عليها 5 دقايق، وبعد كده اكشفي بقى. خطيرة، خطيرة، خطيرة. يعني دخّلتها خدت 5 دقايق، وأمّا طلعت كفيت عليها بس الصينية 5 دقايق، مش تستني أمّا تبرد، إحنا عايزين ناكلها سخنة، 5 دقايق بس. وبعد كده تلاقيها ملبن، ملبن في إيدِك كده زي ما أنتم شايفين كده. هنحطها بقى ويالّا نروح نشوف هناكلها طبعًا. هنعمل إيه يعني بقى، هو ما عادش حاجة تتعمل، إحنا اللي هنعمله إن إحنا هناكل دي، وأنتِ اللي هتعمليه خلّي بالِك بقى اللي أنتِ اللي هتعمليه إن أنتِ تنزلي تضغطي لايك للفيديو، تكتبي لي كومنت حلو، كومنتاتكم قليلة، لايكاتكم قليلة، ما تخلّونيش أدخل لكم التليفون وآجي لكم لغاية البيت، هاطلع لكم في الحلم. إيه بقى في إحنا إحنا هنبوظ تاني، هنبوظ يعني الموضوع هيبوظ تاني والّا إيه؟ خلاص أنا كل ما أقول يا رب أشم نفسي ألاقي الدنيا عملت تاني. لا، لا، لأ، فوق كده. البيتزا طالعة خطيرة وحلوة جدًا، جدًا، جدًا. أنا باحبكم عشان كده باقول لكم اضغطوا لي لايك، وعشان كده باقول لكم شجعوني، وعشان كده باقول لكم اكتبوا لي كومنت حلو. ربنا ما يحرمني منكم أبدًا، 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 وربنا يكبر بخاطركم ويكبر بخاطري، الدنيا بقى تطلع بقى يا جماعة في عايزين الدنيا تهدى تطلع بقى. حاسة إن القناة دي فيها حاجة غريبة، يعني كل ما نقول شمِّت نفسها ترجع تاني. وأنتم شايفينّي مش مقصّرة، يعني لو مقصّرة قولوا أنتِ مقصّرة يا أم كريم، بس أنا مش مقصّرة لا في فيديوهات ولا في منتجة ولا في أي حاجة خالص. دلّع ودلّعناكم بتاع ما بتحطّوش لايك ليه؟ لازم تحطّوا لايك بقى. البيتزا طالعة خطيرة، وبقى إحنا عاملين بقى واحدة دي كبيرة وواحدة صغيرة، بس الصينية دي أكبر من الصينية حاجة بسيطة. فأنا هاعمل إيه بقى، هاقطّع من دي كمان كام خرطة، وهاسيب بقى الباقي لجوزي، هاغطّي عليه كده واسيبه أمّا ييجي يتعشى. هو بيني وبينكم كده ما لوش تقول أصلًا على الحاجات دي، ده هو هياكلها غصبًا إن ما فيش حاجة تانية، هي دي وبس أهو. فسِبنا له بقى نُص الصينية دي 4 كُرات كده وغطينا عليهم، وما لوش تقول عليه، وإحنا نروح نضرب ده كله. أشوفكم بقى في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.